بيبدأ فيلم النهارده بواحد بيجري في الغابة وبيدور على أي مساعدة وبيكون باين عليه علامات الخوف وبيشوف ضوء الشمس وبيجري ناحيته لحد ما بيتوه وبيشوف سيل بيجري من الغربان معدي من فوقيه ومش بيستسلم وبيتشعل على شجرة وبيصغر وراه وبيكون هيقع بس بيمسك نفسه وبيكمل بس الغصن بيتكسر وبيقع وبيكون تعبان جدا وبيزحف لحد الشنطة وبياخد منها السكينة عشان يحمي نفسه وبيحس بحركة حواليه وفجأة بيتسحب رجليه وبيقعد يصرخ وبيطلب المساعدة ومش بنعرف اللي حصل وبتظهر لينا وبتكون موظفة في محل بيع للحيوانات وبتكون واقفة بتدخن وبيجي لها زميلها في الشغل وبيقول لها الحيوانات مش بتحب التدخين فبتتأسف وبيقول لها تيجي معاه وبيوريها البغبغان الذهبي ويقول لها انه سله جميله جدا وفي حديقه حيوان عايزه تشتريه وبيسالها لو ممكن توصله فبتوافق وبتاخده معاها وبتروح على شقتها وبنشوفها واقفه في الحمام وبتلبس باروكه وبتخرج بيجي واحد يتعرف عليها وبيسالها عن اسمها فبتغيره وبتقول له كالورين وبيسالها عن شغلها فبتقول له راقصه باليه وبتتحرك تاني يوم مع البغبغان وبتفضل ماشيه وسط الطبيعه الخلابه وبتقف تحط بنزين وبتجيلها رساله من اختها لوسي وبتسالها ليه ما حضرتش حفله تأبين امهم وانها لازم تنسى الماضي لان الموضوع عدى عليه اكتر من 15 سنه وبتكمل في طريقها لحد ما يبدا التليفون يحصل عليه تشويش والكاسيت بيغير لوحده والعربيه بتعطل وبتحاول تشغل العربيه بس بتفشل وبتكون عطلانه في نص الغابه وبتلمح يافطه وبتروح عليها بيكون مكتوب عليها مكان اللي بيروح ما بيرجعش وبتروح تاخد البغبغان وبتتحرك في الغابه وبتقعد تنادي على اي حد عشان يساعدها ولما بتحس انها بعتت بتكون عايز ترجع للعربيه بس مش بتلاقيها وبتقعد في نص الغابه وبتسمي البغبغان داروين وبتشوف سيل بيجري من الغربان جاي ناحيتها والارض بتتهز جامد وبتلمح حد بيجري وبتطلع تجري وراه وبتلاقي واحده واقفه واول ما بتشوفها بتكمل جري وبتكمل لينا جري وراها لحد ما بتلاقيها واقفه قدام بيت من الازاز وبتقول لها لو خايفه على حياتك تعالي بسرعه وبتقعد تعد لحد ما بتدخل وبتقفل الباب وهنا بتهدى وبتسالهم ايه المكان ده وانتم مين فبتعرفها ان المكان ده اسمه القفص وتقول لها ان اسمها مادلين وتقول لها دي كيرا وده دانيال وتقول لها انت مين فبتقول لها لينا وتقول لها مفيش وقت هم هيفرحوا بيكي جدا بتقول لها مين دول وتقول لي كيرا تهديها وبيقفوا صف مستنيين ناس اسمهم مراقبون وبيقولوا لينا تتقدم وبتقول لها دول بيسقفوا لك وبكده بدا العرض وبيجي تاني يوم وينا بتكون ماشيه وبيسالوها رايحه فين بتقول لهم هروح انا مش هعرف افضل هنا وبتمشي مع داروين البغبغان وبتقول له الناس دول ما جايين انا لازم الاقي العربيه بس وهي ماشيه بتسمع صوت حد بينادي عليها وبيقول لها عملتي كده ليه فبتخاف وبتقعد تجري وبتلاقي نفسها في نص الغابه وبتقعد تستريح ومادلين بتجيلها وبتقول لها انت مش اول واحده تحاولي تهربي وبتقول لها تعالي معايا وتعرفها ان الغابه دي بتسبب الهلاوس وبيقفوا عند يافطه وبتقول لها اللي بيعدي اليافطه دي مش بيعرف يرجع هنا تاني وبتقول لها تعالي معايا عشان الشمس بدات في الغروب وبيرجعوا ودانيال بيكون قاعد بيتكلم كانه في عرض وهي بتسال مادلين المفروض اعمل ايه فبتقول لها اتصرفي على طبيعتك هم عايزين كده وكده بتقول لها انهم بيحبوا الراس وبتشغل اغاني بتقعد ترقص وبيكون التلفزيون شغال عليه برنامج بيتكلم عن 12 شخص محبوسين في بيت وبيجي تاني يوم ومادلين بتقول لينا ان الشمس بتقعد 10 ساعات وبتختفي ولازم تكون هنا قبلها وكده بتعرض على لينا انها تيجي معاها وبتقول لها ما تخافش هي مش بتقعد وبيتمشوا شويه في الغابه وتوريها اعشاب بتستخدم لتخفيف الالام وبتكلمها كيرا عن جون جوزها وبتقول لها انه جه معاها وانها لما تقابله هتحبه فبتسالها هو فين بتقول لها خرج من 6 ايام ولسه ما رجعش وتوريها نبته الشطراء بتقول لها انا بتعالج من النزيف وبتسالها لينا هم مين المراقبين دول وعايزين مننا ايه فبتقول لها كده ان مادلين عندها نظريه انهم مجانين وعايزين يشوفوا اشخاص وبتاخدها المكان عامل زي النفق وتقول لها المراقبين بيستخبوا في المكان ده بالنهار وبتسالها لينا بالك قد ايه هنا فبتقول لها حوالي 5 شهور وبيتجمعوا كلهم ومادلين بتتكلم معاهم وبتعرفهم القوانين بتقول لهم انهم ما يفتحوش الباب بالليل وما يدوش ظهرهم لست بتظهر لهم في الغابه وانهم يبعدوا عن الجحور ولازم يفتكروا انهم في ارضهم وبتقول لهم هم سابيننا عايشين عشان احنا ماشيين على القوانين وبيظهر حد بيتحرك حوالين القفص وكلهم بيكونوا نايمين وبتروح لينا وبتقف قدام الازاز وبتخبط عليه وبتحط ودانها عشان تسمع وبعدها بتروح تنام بس بيسمعوا صوت خبط جامد ومادلين بتهديهم وبتقول لهم يقفوا هم بس عايزين يشوفوهم بتروح لينا تاني يوم مع دانيال وبيقول لها ان جون كان بيصطاد معاه لحد ما اختفى وهو بيصطاد لوحده وان مادلين فاكره نفسها عارفه كل حاجه عشان كانت بتدرس في جامعه ولينا بتشوف ست واقفه وبتساله بالك قد ايه هنا بيقول لها 8 شهور وبتقول له ما شفتش حد من المراقبين قبل كده فبيقول لها لا ما حدش بيشوفهم وبيفضل عايش فبيسالها بيقول لها انت مش مصدقه مادلين فبتقول له لا وبتقول له انا عارفه انك انت كمان مش مصدقه وبتاخده وتروح عند الجحر وبيحاول يمنعها بس بتقول له لو خايف ارجع للقفص قول لهم انا ضيعتها وبتقول له انت مش عايز تعرف هم مين وبتربط نفسها بحبل ودانيال بيمسكه لحد ما توصل لتحت وبيقول لها دانيال ما تبعديش عن ضوء الشمس وبتولع بالولاعه وبتلف في المكان وبتلاقي حاجات كتير ومن ضمنهم كاميرا وبتمسك الدبدوب بس بيكون عليه حشره وبتخاف وبتلاقي عجله وبتخلي دانيال يسحبها لفوق وبتسمع صوت جنبها وبتنادي على دانيال وفي حد يمد ايده ناحيتها بس دانيال بيرمي الحبل وبيختفي وبيروح عند مادلين بالحاجه وبتكون مش مصدقه انهم لقوها تحت صخره ودانيال بينادي عليهم وبيكون دانيال عارف يشغل الكاميرا على التلفزيون وبيقدروا يستخدموها ككاميرا مراقبه وبيقعدوا بالليل يراقبوا الوضع ومادلين بتقول لهم يتصرفوا على طبيعته وبيسمع صوت حد بيخبط على الباب ودانيال بيكون عايز يفتح بس مادلين بتقول له مستحيل يكون حد بره وكده بتتحرك ناحيه الباب وبتقول له هو انت جون بيقول لها اه افتحي لي بس مادلين بتقول لها كوني ذكيه اكيد مش هو ودانيال بيكون عايز يفتح برضه الباب وبتسال مادلين لو خالفت القوانين فبتقول لها انا رحت عند الجحر ودانيال بيقول لها انا كنت معاها ومادلين بتقول لها انت بتتصرفي زي الاطفال وهتودينا كلنا في داهيه وكده بتكون مصممه تفتح الباب فبتقول لها مادلين تساله سؤال محدش يعرفه غيرهم وبتساله ايه الكتاب اللي بقراه فبيسكت شويه كده وبيقول لها مش عارف فبتقول له ازاي انت عارفه احنا جبناه مع بعض وانت قلت بيفكرك بيا ومادلين بتقول لها المراقبين مش بيسيبوا حد عايش فكده بتقول لجون يشيل الكاميرا ويحطها على وشه عشان الكل يشوفه
وبيروح يشيل الكاميرا وبيراقبوا الوضع، وبيكون فعلا جون، ولينا بتلاحظ حد وفجاه الكاميرا بتتكسر والمراقبين بيكسروا المكان عشان يخشوا، ومادلين بترجع الحاجه تاني يوم وبتشوف لينا مع امها واختها. امها بتقول لها تقفل الشباك، بس بتقعد لينا تلعب في الشباك وتفتحه وتقفله، فبتقفل امها الشباك وهنا بتحط ايديها وبتقعد تصرخ، وامها بتركز معاها ومش بتركز مع الطريق وبتعمل حادثه. وبتروح لينا الكيره وبتكون قاعده سرحانه وبتسيبها وبتقعد ترسم، بس بتبص جنبها مش بتلاقيها، وبتطلع تدور عليها وبتلاقيها واقفه عند الجحر، وبتقول كيرا لينا ده كان قريب مني جدا وكنت حاسه بيه، ودلوقتي برضه انا حاسه بيه. وبتكون عايزه تنط بس لينا بتمنعها، ويسمعوا صوت دانيال وبيروحوا عليه جري، وبيكون رابط مادلين، واول ما بيشوفهم بيطلع يجري وكيرا بتجري وراه، وبتفك لينا مادلين وبيرجعوا القفص، وبيكون دانيال قافل الباب ومش راضي يدخلهم، وبتروح مادلين ولينا عشان يستخبوا قبل ما المراقبين يوصلوا ويخلصوا عليهم، ويفضلوا قاعدين مراقبين الوضع، وفي واحد من المراقبين بيقرب منهم وبيروح عند القفص وبيصرخ بصوت عالي، وبيتجمعوا عنده باقي المراقبين وبيقفوا قدام القفص، ودانيال بيقول لهم ان مادلين ولينا هربوا، فبيروحوا يدوروا عليهم. وبتجري لينا ومادلين وبيقعدوا يخبطوا لدانيال على الباب، وبتقعد لينا تترجى لحد ما بيفتح الباب، ومادلين بتخانق معاها وبتقول لهم يقفوا عشان هم جايين واحنا كسرنا القواعد، وانا مش بضحك عليكم بس بخبي عليكم حاجات عشان احميكم. وبتقول لهم ان هي درست التاريخ والاساطير وانها جت هنا مزاجها، وفي يوم من الايام كانت بتصطاد وراجعه للقفص وقابلت حد من المراقبين وطلع نسخه طب الاصل منها، وبتقول لهم انهم بشر بس قدام جدا وبيعرفوا المستبدلين او المجنحين او الجنيات، وبتقول لهم انهم بيدرسوهم وده لعبتهم الوحيده ومصدر الهامهم، عشان كده مش هيسيبوهم، وبداوا يسمعوا نفسهم وهو بيتكلموا وبيصرخوا، ومادلين بتقول لهم ان دي كوابيسهم، وبيقعدوا المراقبين يخبطوا والمكان بيتهز وبيظهر باب تحت الارض، ودانيال بيحاول يفتحه لحد ما بينجح، وبينزلوا لتحت واحد واحد، ومادلين بتنزل وبتقفل الباب، وبيكون المكان زي معمل للابحاث، وبيكون فيه اكل يكفي السنين، ويبقى فيه كمبيوتر شغال بس مش بيكون لاقط اشاره، وعليه فيديوهات لواحد من العلماء، وبيكون مصور فيديوهات بيحكي فيها اللي حصل معاه هنا في المكان، وبيشوفوا فيديو وبيكون حابس واحد فيهم معاه وبيحاول يهديه بس بيتعصب ويكون عايز يهجم عليه. وهنا بتجيب اخر فيديو وبيقول ان في طريقه يمشوا بيها من المكان ده، هو انهم يروحوا عند النهر ويمشوا ورا الطيور وهيلاقوا قارب هناك، وبيقول لهم يروحوا للجامعه ويدمروا ابحاثه، وبيطلع فوق وبينتحر، وهنا بتكون مصدومه هي واللي معاها وبتقول لهم هنمشي بكره، وبكده بتكون فرحانه وبتشغل اغاني وبترقص، ودانيال بيرقص معاها، ودانيال بيحكي كده عن ابوه وبيقول ان هو كان مخمور وكان بيضربه على طول وكسره مناخيره مرتين، وفي يوم سرق منه الموتوسيكل وهرب وجه هنا، ولو كان لسه عايش كان هيقتله، فبتهديه وبتقول له لما يخرجوا يبقى يجي يعيش معاها، وبيطلعوا تاني يوم الصبح والمكان بيكون متدمر، وبيتحركوا في طريقهم للهروب، وبتقول لهم مادلين ان الغابه هتحاول تمنعهم من الهروب ولازم يفتكروا ايه الحقيقي وايه اللي لا، وبيلاقوا العلامه اللي قال عليها وبتخلي داروين يطيروا وبيتحركوا ورا، وبيلاقوا حاجه قدامهم وبتعرفهم مادلين ان ده سجن لان المراقبين البشر كانوا في حرب مع بعض لحد ما البشر حبسوهم هنا، وهم قعدوا يحفروا الاف السنين، ولما خرجوا اكتشفوا ان هم خسروا سحرهم وفضلوا محبوسين هنا في الغابه، وبيكملوا في طريقهم، وهنا بتهلوس وبتشوف اختها وتبدا الدنيا تمطر وبيجروا ورا داروين، وفي سرب من الغربان بيعدي من فوقيهم وبيبداوا المراقبين يظهروا ويجروا وراهم، ومادلين بتقول لهم ما يبصوش وراهم، وبيوصلوا لعند النهر وبيكونوا فرحانين وبيسمعوا اصوات، ودانيال بيسمع صوت حد عايز مساعده، وبيروح دانيال يساعده وبيكون فاكره جون بس بيطلع وحش وبيخلص عليه، وبتتجمع الوحوش كلها قدامهم ودانيال بيتحول زيهم، وبتصحى لينا وبتصحي الباقي، وبيكون نجحوا في الهروب ويوقفوا اتوبيس وبيركبوا، وبتكون الناس مركزه معاهم، وهنا بتطلب من واحد يعلي صوت الموسيقى، وبتقول لهم ان هي هتروح الجامعه عشان تعمل زي ما البروفيسور طلب، وبتوصل بيتها وبتخش تستحمى وبتقعد تبص لنفسها في المرايه، وبتفتكر الحادثه وتشوف اختها لوسي واقفه وبتقول لها عملتي كده ليه، وبتروح تاني يوم للجامعه وبتدخل مكتب البروفيسور وبتلاقي الابحاث بتاعته وتصميم للمكان، وبتشغل التسجيل، وبتلاقي برديه والبروفيسور بيحكي قصه الوحوش، وبيقول انهم كانوا هما والبشر صحاب لحد ما في راجل وجنيه اتجوزوا وخلفوا سلة تقدر تتحول من وحوش لبشر، وبيقول حصل حرب ما بين البشر والوحوش والبشر قدروا يحبسوهم، ومش معروف هل تم القضاء عليهم ولا لا، وبيشوف لوحه في مكتبه على صوره الوحوش مع البشر، وبتشوف جوابات على مكتبه، وبتروح لكيرا وبتقول لها انا رحت مكتب البروفيسور ولقيته زي ما هو ومحدش جه جنبه، وانها لقيت ابحاث كتير عن القفص والمراقبين، وبتوريها صور لقيتها في المكتب وبيكون فيها البروفيسور مع زوجته مادلين، وبتقول لها بس كانت هتعرفنا، وبتوريها سجل الوفيات، وبيكون المفروض مادلين ميته من 2001 بسرطان الرئه، وان ممكن الوحش اللي معاه في القبو غير شكله وتحول لشكل مادلين، ودي كانت خطه البروفيسور من الاول ان يرجع مراته للحياه، فبتقول لها كيرا بس هما مش بيعرفوا يمشوا في الشمس، وبتقول لها يمكن تكون مختلفه، وبتقول هي واحده منهم وبيكملوا كلامهم وبيقولوا ان ده مش مكانها وانهم لازم يرجعوها، وتبص هنا بتلاقي كيرا راكبه العربيه وجايه، فبتبص لها بتقول لها انت مش كيرا، وبتقول لها انا هنا عشان احتل شخصيتك، وبتقول لي كيرا تهرب وبتتحول لجون وبتضربها على دماغها وبتجري ورينا وبتمسكها، وبتقول لها حبسونا تحت الارض وقعدنا نحفر زي الحشرات، وبتحدفها في الازاز وبتقول لي لينا انت بتتحكم فيك الكراهيه، وبتمسك لينا حته ازاز وبتقول لها مادلين انا ما ينفعش اتمنك على سر، وبتقول لها وعدك يا مادلين مش هقول لحد، وبتقول لها مادلين من غيرك كنت هفضل محبوسه في الغابه، وبتقول لها طول عمري بحلم اطلع بره الغابه، وبتقول لها ان اسمها الحقيقي بالربختان، وبتقول لها ان البروفيسور وعدها انه هيعرفها طريق الخروج بس حاول يضرب عليها نار فقتلته، وبتتحول للبروفيسور، وبترجع لنا البيت تدور على كيرا، وبتلاقي مادلين بتتحول لشكلها وبتمسكها عشان تموتها، وبتقول لها انا هعيش وسط الناس بشخصيتك، وبتقول لها انت قتلت امك وتخليتي عن اختك، وبتقول لها لينا البروفيسور ما عرفكيش اشمعنى انت بتمشي في النار والباقي لا، فبترميها وبتسالها عن اللي بتقوله، وبتقول لها سمعت تسجيل في الجامعه وبتقول ان البروفيسور قال انكم كنتوا عايشين مع البشر كواحد، حتى في شويه منكم اتجوزوا، يعني انت نصك وحش ونص التاني بشر، وبتقول لها انت في جزء منك طيب وجزء التاني شرير، فبترجع مادلين لشكلها الطبيعي،
وبتطلع لها جناحات وبتطير وبتقول لينا اتمنى اللي بتقوليه ده يطلع صح، وبتمشي وبترجع لينا على كيرا وبتفوقها وبتقول ان كل اللي حصل معاها ده كانه حلم، وان مادلين اكيد قاعده بتراقبها، وبتكون قاعده بتحكي الكلام ده لاختها لوسي، وبيدخلوا عليها عيال لوسي وبتكون مادلين واقفه بتراقبها فعلا. وبكده خلص الفيلم. يلا سلام.